يا شلون حميسة تجنن. أنصحكم تجربونها تفيد للعشاء، سريعة وخفيفة وطيبة. الرحمن الرحيم، شلونكم بنات؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. طبعا اليوم راح أسويلكم نوع من الأكلات الشعبية وهي الحميسة. هنا عندي خلي دهن أو زيت وبصل. طبعا البصل هخليه لحد ما يتكرمل، يكسر لحد ما يبدأ. هسه ذبل عندي البصل. هسه بعد ما ذبل راح اضيف عليه، طبعا عندي لحم مفروم يعني حامسته وسالكته جاهز. شوية واحد يغير. شنو راح اضيف؟ عندي هاي الطماطة نضيفها. وهسه راح اخليه ملح. ايش عندكم افكار للعشاء؟ كتبوها بالتعليقات، يعني بصراحة شوية واحد يحير. هسه هماكي راح اتركها شوية وبعد اضيف لها بهارات بعد اتبلها. هسه بعد ما شوية يعني مربط الطماطة ذبلت راح اضيف شوية فلفل اسود واي بهارات عندكم تحبونها، وكمون شوية. حبيت اشارككم بالعشاء. طبعا ما اعرف ليش لازم الطباخ يتدمر، لازم. المهم بس حنتركها شوية. هسه بالضبط هذا اللي بقى عنا. اتخبر من الطباخ يتوسخ بالضبط انا اشتغل بيه. بس بنات شوفوا بعد ما شوفوا طلعت هسه هاي مالتها الصلصة، يعني المي من الطماطم والزيت. عندي هنا هاي بوتيتا طبعا مقلاية جاهزة، نضيفها فوقها. بنات جربوها يعني طيبة وتفيدكم بالعشاء، شي سريع. طبعا راح نتركها ماكين شوية لحد ما تكون جاهزة. وهاي هسه جهزت، اقربها لكم شوفوا. جهزت هسه عندنا هاي الحميسة. طبعا حابة اليوم اسوي وياكم العشاء. هسه راح اروح اقلي كباب. طبعا راح اخليكم وياي واني اسوي العشاء حتى نسوي لكم واهس. طبعا راح احكي لكم قصة كلش حلوة وبها يعني عبرة كلش قوية، ان شاء الله تعجبكم. يوم من الايام اكو كانت مرة دائما تخبز لاهلها، وكانت هاي المرة تخبز خبزة زايدة حتى تنطيها الواحد فقير او عابر سبيل والمحتاجها ياخذها. قبل يعني الناس ما عندها غير هالامكانية تخبز خبزة وتعطيها. هاي المرة كانت تخبز الخبزة وتخليها وين على الشباك حتى اللي يجي من الشارع ياخذها ويروح. وكل يوم يجي واحد ظهره بي يعني حدبة ياخذ الخبزة ويروح. طبعا هذا كان عشان بنات يعني شوية بسيط وخفيف. اي نرجع قصتنا. كان ياخذ الخبزة ويروح، يطلع قبل ويروح يومية. هاي طبعا هو بس بس هذا يعني هذا الأحدب بدل ما يقول لها شكرا جزاكم الله خير ورحمة والديكم، شو يظل يدردم بينه وبين نفسه كلمات وتسمع هاي المرة، يعني سمعها لهاي المرة يقول يجي الشر التقدمه يبقى يمك والخير التقدمه يرجع لك. وكل يوم على هالحال المرة طبعا ضاجت طلعت روحها، قامت تضوج من هذا الحكي. يعني هي خو مسوية فضل، هو يجي لا شكرا لا رحمة لوالديكم لا يقدرها، يظل يدردن من هالحكي ويروح. فكرت بينها وبين نفسها وقالت ليش ما اتخلص من هذا الأحدب. خبزت خبزة وخلت بيها السم. جت تخليها على الشباك وايدها قامت ترجف وقالت مع الأسف أنا هيك أسوي؟ شنو هالطمع وشنو هالجشع؟ يعني أني أقتل لي بشر على مود كلمة شكرا؟
الله أكبر، شلون يعني أسوي هيك؟ فتعوذت من الشيطان وراحت ذبت الخبزة بالتنور وحرقتها، وراحت الخبزة اللي بيها السم. فراحت بسرعة يعني خبزت لها خبزة جديدة بسرعة وخلتها وين؟ على الشباك. وإجا هذا الأحدب وهم أخذها وراح، وهم يظل يدردم، الشر التقدمه يبقى يمك والخير التقدمه يرجع لك. هاي المرة كان عندها شاب يعني ولدها مسافر، وكانت يعني مسافر صار له أشهر ما واصل، يعني ما واصلها خبر منه، وكانت تدعي يرجع لها بالسلامة. وبنفس ذاك اليوم اللي صارت بيه قضية الخبز المسمومة اندق باب البيت مالتها بالليل. المهم اجت فتحت الباب، كانت تتفاجأ بابنها واقف بالباب. كان وجهه لونه شاحب وتعبان وملابسه مشققة وكلش منتهي. أول ما شاف أمه قال يا يمه ترى أنا بمعجزة وصلت هنا، قبل كم كيلو من أنا كنت منتهي كلش وتعبان لدرجة الموت، وبالطريق وقع من الجوع والعطش. كان يجي واحد أحدب، شلون رجال يمه طيب الله يوفقه. قلت له أني منتهي راح أموت إذا ما أكل شي. كان ينطيني خبزة وعلى هاي الخبزة أني يومية آكلها ما عندي غيرها. هذا الأحدب يقول له بس راح أعطيك إياها، أعطيها إليك. من سمعت هذا الكلام أمه وقعت بالقاع، وتذكرت الخبزة المسمومة اللي لو ما متخلصة من عندها وذابتها بالنار كان ما أكلها، كان أكلها ابنها. وبهاي اللحظة طبعا عرفت شنو معنى كلام الأحدب، الشر اللي تقدمه يبقى يمك والخير اللي تقدمه يرجع لك. طبعا بنات الفائدة من هاي القصة جدا واضحة، دائما من تسوون خير لا تنتظرون شكرا، على قولة أهلنا قبل سووا الزين وذب الشط. يعني إذا ننتظر شكرا نتعب أو نتأذى، وإذا نشتغل حتى يعني شوفنا الغير هم نتعب ونتأذى. فدائما خلي الرقيب اللي تريد يعني نشوف أعمالنا وأفعالنا الزينة هو رب العالمين، لأن البشر نهائيا ما يقدر الخير، طبعا مو كلهم. وخلصت القصة وسلامتكم. إن شاء الله بنات استفاديتوا من القصة، وإن شاء الله عجبكم الفيديو. وإذا وصلتوا هنا انطونا لايك. طبعا إن شاء الله ماتين ألتقيكم فيديو جديد. أنا نزلت هاي القصة بناء على يعني متابعات طلبناها مني. إن شاء الله يا رب ألتقيكم من جديد، ومع ألف ألف سلامة.